السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أحلى بسبوسة وعلى البوتاجاز طبعا. طبعا دي حاجة طبعا انتوا مش هتصدقوها لما تشوفوها بعينيكم. كانت تحفة بجد، وسويتها على البوتاجاز للناس. طبعا في ناس كتير ممكن يكون الفرنة بتاعتهم مش شغالة، ملهمش خلق للبسبوسة طبعا. لا بس دي بتخلص معاكي على طول وبتنجز معاكي في الوقت. بصراحة طلعت تحفة معايا. وانا بقى اقترحت من عندي، هي المفروض بتتعمل بالقشطة بس كده وعلى البوتاجاز من فوق. قلت لا بقى، ما بديهاش. ده انا احط لها واحدة مانجا كده كانت عندي في الفريزر على الوش. اديت لها طعم ايه، والبسبوسة كانت بصراحة تحفة. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. جبت دي علبة قشطة، وهي كوباية دقيق بسبوسة. تمام. وجبت الطاسة بتاعتي، حطيت فيها معلقتين زبدة صفرة. يعني حاولي تكتري السمنة شوية كده فيها عشان تعرف تتحمر. وتجيبي البسبوسة بتاعتك، ادي كوباية ضفتها. وهبتدي بقى ان انا اقلبها واوطي عليها البوتاجاز لما تتحمر. طبعا انتوا مستغربين بتقولوا دي مجنونة دي ولا ايه؟ لا انا مش مجنونة ولا حاجة. دي بقى الست الشاطرة اللي بتعمل اي حاجة في اي وقت. وكانت بسبوسة تحفة. والاولاد قالوا لي ايه يا ماما الجمال ده. طبعا شايفين اللون هو لسه كده شويه عليه. هوريكم بقى اللون بتاعها المظبوط. هو ده المفروض اللي تكون عليه اللون. وحطيت عليها كوبايه سكر فقط لا غير. تمام. وكوبايه ونص ميه. وسيبيها بقى تغلي على البوتاجاز. لما تحس ان البسبوسه رجعت تاني تماسكت تاني مع بعضها، كانك بتعملي بسبوسه، يعني بتدخليها الفرن. بس انتي بتعمليها من فوق على البوتاجاز. ما بتاخدش وقت. شايفين بقى ده شكلها بعد ما حطيت لها كوبايه السكر وكوبايه الميه. بقت بسبوسه. جبت العلبه عندي وحطيت لها كيس من تحت، لان انتي لازم تحطي لها حاجه عشان تعرفي تطلعيها. وابتديت بقى ان انا اضغط وايه، وانزل بالبسبوسه واضغطها لتحت بالمعلقه. وكان عندي شويه لبن كده، قلت اطعمها بيهم. تمام. وتحطي بقى القشطه، جبت علبه قشطه ضفتها عليها من النص. كانت تحفه بجد. وقلت بقى احط بقيه البسبوسه فوق العلبه من فوق. زي ما انتوا شايفين مكوناتها سهله وبسيطه جدا وفي كل بيت. ومش هتكلف معاكي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. يعني اقل من ربع كيلو بسبوسه وهي علبه القشطه والسمنه عندك في البيت. الموضوع خلاص انتهى. وزينتها بقى من فوق بالقشطه. وجبت بقى المانجا حطيتها عليها من وش. ما تنسوناش بقى لايك واشتراك في القناه لو عجبناكم. وادي بقى شكلها خلاص بعد ما خلصناها، وانا كنت موريها لكم في اول الفيديو. على قد ما اقدر بحاول ان انا اقدم لكم يعني اي حاجه انا بعملها. لايك واشتراك في القناه.